بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج يقين بعنوان تقبل رسالات ربك. في موقف اتحكالي وفي حد نصحني نصيحة. الموقف اللي اتحكالي والنصيحة اللي اتنصحتها معرفتش معناهم غير امبارح بس لما اتحطيت في نفس الحاجة مشابهة. فأنا أحكي لكم الموقف الأولاني وأحكي لكم النصيحة وبعدين أحكي لكم الموقف الشخصي، يمكن نتعلم منه حاجة مع بعض. واحد كان راح يقابل واحدة، يقابلها ليفعل الفاحشة يعني. فهو راكب تاكس، راح التاكسي الكاوتشة بتاعته فرقعت، راح نزل واخد تاكسي تاني، وهو ماشي تاكسي تاني شطب بنزين. ده قصة حقيقية مش فيك. راح ركب عربية اللي ميكروباص، وهو ماشي حصلت خناقة بين السواق وبين واحد تاني، كانوا يعملوا حادثة، نزلوا يتخانقوا، الناس كلها نزلت من العربية وسابته. فاللي هو بقى هعمل ايه طيب؟ المهم قابل واحد صاحبه معاه موتوسيكل، راح ركب وراه وهو ماشي، فحصلت حاجه برضه في الموتوسيكل، فالموتوسيكل عطل. فهو كل شويه ايه لا انا مكمل، انا رايح، هي مستنياني. فما الموتوسيكل حصل فيه حاجه، نزل، هو كان خلاص فاضل مثلا بينه وبين المكان ده مثلا، يعني مثلا حاجه كده بسيطه هيمشيها 5 دقايق مثلا ولا حاجه. فهو ماشي فجأة سمع صوت واحد الناحية التانية خالص بيقول عايز ايه تاني يا حمار عشان ترجع. فبص لقي واحد بعربية كارو بيتكلم في التليفون عادي. فهو لسه مكمل، لقيه بيقول له يا ابني ارجع والله هتهلك، هلكك هناك ارجع. بص لقيه برضه بيتكلم في التليفون. فشعر ان كل دي كانت رسالات من ربه، ما خدش باله منها، ما انتبه لهاش لحد ما جت الرسالة دي انتبه. فكان في حد دايما يقول ان لما تيجي تقدم على حاجة تحسس رسائل ربك في الطريق. في ربنا بيبعت لك رسائل وانت ماشي في الطريق، حاول تتحسسها، تاخد بالك منها، تفهمها كويس. موقف حصل معانا، انا في رمضان كنت بلعب كوره، وقعت على ايدي وجعتني شويه، فرحت عملت اشعه عاديه. قالوا لا دي كدمه، ما تعملش رباط ضغط، تلبس اللي هو الكف اللي بيتلبس ده. فلبسته، عد شهرين ونص لسه في ألم. رحت كشفت تاني، قالوا اعمل مقطعية، لقيوا في كسر في الزورقية. طيب نعمل رنين أحسن يكون في حاجة في الأربطة. عملنا رنين، طلع فيش حاجة في الأربطة الحمد لله، بس في كسر. برضه أنا مش هتحرك، وسافرت ورجعت الألم موجود. رحت داخل على التأمين الصحي. الدكتور أول ما شافها دي عايزة عملية. تمام، طيب نعمل كفاءة طبية؟ قلت له نعمل. كتب لي الكفاءة الطبية وعملتها. قال لي تجي لي يوم السبت هعمل لك دخول على طول. لقيت ناس بدأوا يحذروني، لا التأمين الصحي في العظام مش قد كده، روح مستشفى الجامعة يعني أفضل، وفي هناك تخصص عظام أصلا، لكن هنا ده العظام ده عنبر. قلت أمين، تمام. ورحت على مستشفى العظام خدوا البيانات وتمام، وهنحدد لك الميعاد، تعالى يوم كذا. المهم رحت في اليوم ده، كان في هناك دكتوره مدرس مساعد، استاذ دكتور حاجه زي كده اسمها جيلان. قالت انت لازم تيجي الاسبوع اللي جاي، انت ليك 3 شهور، انت لازم العمليه لازم الاسبوع اللي جاي، يوم الاثنين تيجي تعمل دخول، عمليه الثلاث. تمام. تعمل كفاءه؟ قلت انا عامل كفاءه. بصت عليها قالت زي الفل، تيجي يوم الاثنين تعمل دخول، والثلاث هي العمليه. رحت يوم الاثنين، قالوا ما فيش دخول وما فيش عمليات. ليه ما فيش عمليات؟ لسه العمليات وقفت، ما فيش تخدير. المهم كلمت الناس بتوع التخدير، لا في تخدير. طب قال لهم عملنا كده كذا محاولة والمحاولات باءت بالفشل. قلت خلاص هعملها بره. فرحت كشفت في مستشفى خاصة تبع برضو التأمين، وتحدد لي الميعاد. قالوا لي العملية يوم الحد الساعة 1، انت الساعة 12 تكون في المستشفى. انا 12 الا 5 كنت في المستشفى. دخلت، يلا بدأ الإجراءات، بدأ الموضوع اتأخر. طب يلا في إيه؟ كان الدكتور ياسر قال لي هعمل لك العملية بنج موضعي. فالدكتور ياسر شاف إن أنا اتأخرت، مع إن هي المستشفى اللي قلت على الساعة 12، أنا جيت 12 ل 5. لا هو كان عاوزني أبقى هناك الساعة 11 مثلا.
فهو شاف ان انا اتاخرت فقال لا هو اتاخر، انا اعتذر على العمليه ومش هعملها. ما اعرفش ليه يعني. فانا ما كل ده انا ما اعرفوش. المهم انا ده عملت الدخول، دخلت الاوضه بتاعتي الساعه 12 ونص واحده الا تقريبا. بس قعدت والدنيا تمام ومستني يبلغوني. بعدها بشويه دخلت عليا استاذه، انت عارف ان الدكتور ياسر اعتذر؟ قلت لها لا ما اعرفش، محدش بلغني. طيب هو الدكتور ياسر اعتذر عشان انت اتاخرت عليه، انتوا قلتوا لي 12 او 12 ل 5 كنت هنا. لا هو شايف ان انت جيت متاخر، واحنا قلنا لك قبلها بساعتين. قلت لا ما حصلش، انتوا قلتوا 12 او 12 ل 5 كنت هنا. المهم هيعملها لك الدكتور بلال او الدكتور شادي او ناس تانية يعني، بس طالما الدكاتره دول اللي يعملوها يبقى لازم بنج كامل مش بنج موضعي. فانت هتصوم من دلوقتي لحد الساعه 8 والعمليه الساعه 8. مفيش مشاكل زي الفل يعني، ما عندكش مشكله ولا تسال الاسبوع اللي جاي؟ لا ما عنديش مشكله، خلاص انا هعمل عمليه وخلاص، هذا قدر الله يعني. قعدت بقى والدنيا تمام وكده ويلا بينا. الساعه 8 جت، قبلها بربع ساعه هات الاشعاعات عشان الدكاتره يبصوا عليها. بصوا عليها، تعالى الدكاتره عايزينك قبل العمليه. نعم ايوه امروا. الزورقيه لحمت. قلت لحمت ازاي؟ الزورقيه لحمت. طب لحمت ازاي؟ ما اعرفش يعني. هل انتوا عملتوا لي اشعه جديده؟ هل انتوا اديتوني بنج فانا نمت فانتوا عملتوا لي اشعه جديده؟ الاشعه القديمه هي اللي شافها الدكتور بتاع المبرة، وشافها الدكتور ياسر، وشافها الدكتور بتاع العظام اللي عندنا، وشافتها الدكتوره جيلان. كله اجمع ان هي لازم مسمار هيركب يعني. لا والله احنا دينا 3 دكاتره مع حضرتك شايفين العمليه مش مستأن، الزورقيه بدات تلحم وانت مش محتاج مسمار. انت عايز نعمل لك العمليه هنعملها لك، هندخلك دلوقتي ونعملها لك، بس انا شايف ان هي ما تستاهلش. فانزل كده فكر كده مع نفسك وادينا قرار. نزلت قعدت كده في الاوضه، فبدات اترجم رسائل الله. انت الاول المبرة، الناس قالت بلاش المبرة، قلت حاضر. فرحت العظام فالدكتوره قالت فورا يعني، حتى الدكتور بيقول لها مفيش حد بيجي ويتحدد له الاسبوع اللي جاي. قالت له لا ده لازم الاسبوع اللي جاي. ليه 3 شهور؟ لا لازم الاسبوع اللي جاي. فالاسبوع اللي جاي الليسته اتلغت وقالوا هنكلمك، ولحد النهارده ما كلمونيش وما يعرفوش اصلا ان انا وديت الورق بره. يعني المفروض هم يكلموني في اي وقت، مش مشكله، ما كلمونيش لحد النهارده. رحت بره، فرحت في الميعاد اللي هم قالوه. فالدكتور ياسر شاف ان انا اتاخرت، فما عنديش مشكله ان انا اتاخرت، كبرت دماغي ماشي انا اتاخرت عادي. بعدها ايه اللي يحصل؟ الدكاتره يقولوا لي لا مش هنعملها، احنا شايفينها تمام، شايفينها زي الفل، وادوني جواب ان انا ما عملتش العمليه وخدت ومشيت. انا بدات اترجم بقى الرسائل بقى في ايه؟ ان انا ممكن لو عملت العمليه دي يترتب عليها شيء وحش، يترتب عليها ضرر اكبر. انا ايدي مش ما بتوجعنيش، انا مشكلتي بس وانا بسوق المكنه، غير كده لا الدنيا تمام مفيش حاجه. طيب ده معناه ايه؟ ربنا بيقول لي ما تعملهاش. يعني المبرة واتلغت، الجامعه واتلغت، بره لا اتاخرت فانا مش هعملها لك بنج موضعي، فهيعملها لك دكتور تاني بنج كامل. فالدكتور التاني بنج كامل لا هي مش محتاجه اصلا، بنفس الاشعه هي. فلازم القصه الاولى والقصه الاخيره يخلونا نبدا نركز مع رسائل الله لك. انت ممكن تبقى ماشي في طريق تلاقي رساله واثنين وثلاثه واربعه ربنا بيقول لك لا ما تعملش ده، ده فيه هلاكك، ده فيه تعبك، ده اللي هيشقيك. لكن انت بتكمل زي ما انت، لان احنا كبني ادمين عندنا يعني حماقه. فتقبل رسائل الله عشان ما ترجعش تندم بعد كده. السلام عليكم.